بقالي كتير قوي كان نفسي اجي اقعد على النيل. اهو كده اخرج وغير جو وشم الهوا. والله عندك حق، انا فعلا محتاج اغير جو. احنا فيها اهو. ايه رايك لو تطلع الرحله اللي عاملها النادي يوم الجمعه الجايه؟ رحله ايه دي؟ 3 ايام في الغردقه في فندق 5 نجوم. وعارف النفر بكام؟ بكام؟ ب1000 جنيه بس. 1000 جنيه؟ لا مش هينفع. ليه بس؟ ما هو كمان مش طبيعي ان انا اطلع رحله واحنا لسه في فتره حداد على ابويا. وفتره الحداد دي بقى هتطول كتير؟ يعني لغايه اخر الشهر على الاقل. براحتك، انا هطلع. طب وانت جبت ال1000 جنيه منين؟ جيجي صاحبتي عزمتني. رشا مش هينفع تطلعي الرحله دي. هو انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل؟ رشا انا قلت مش هينفع تطلعي الرحله، يعني مش هينفع تطلعيها. وانا قلت مسافره يعني مسافره. عن اذنك. اوف. انا ايه اللي جابني اقعد على النيل؟ ده مفيش حاجه بتحوق فيها ابدا. هو ده طبعا مش تخصصي، بس فعلا النوع ده من المهدئات لو اتاخد لفتره ممكن يعمل ادمان. ادمان والعمل. هو واضح ان المشكله دي محتاجه لدكتور نفسي للدرجه دي؟ لان عمرها ما هتبطل المهدئات الا لو حلت المشكله وحست بالراحه النفسيه وهديت من جوه. ليه بس كده يا هدى؟ ده وقته. انا عارف ان موضوع عمر ده مأثر على اعصابها قوي، فهي مسكينه ما تلومش عليها. كلنا مساكين. بس مش كلنا زي بعض. في ناس بنيتهم النفسيه تقدر تتحمل المشاكل وناس تانية لا. طب حضرتك شايف ايه الحل؟ انا هعرفك على دكتوره نفسيه هتساعدك. يعني حضرتك واثق فيها كويس؟ يا دكتوره شاطره قوي، وبعدين كون انهم ستات زي بعض ده هيوفر وقت في انهم يفهموا بعض اكتر ويحطوا ايديهم على المشكله. يا ريت يا دكتور هدى تخف وترجع زي الاول. يا ريت. يا رشا يا بنتي يا حبيبتي ما تبقيش عبيطه وتطيري الواد من ايديكي. يا ماما سيبيني براحتي، انا عارفه بتعامل معاه ازاي. فعلا انت عارفه، بدليل ان ما حاولش يتصل بيكي مره واحده من ساعه ما اتخانقتوا. ما يمكن نايم، واكيد اول ما يصحى هيكلمني. ده يبقى مصيبه لو كان نايم. ليه بس؟ ده معناها انك انت ولا على باله ومش همه انه يصالحك. تصدق ازاي ينام واحنا متخانقين؟ بس اما اشوفك يا سعد. يا بنتي كده غلط. لو استحمل غزالتك مره مش هيستحملك التانيه. انا رزله؟ طبعا غزله ودمك تقيل كمان. بابا انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. بطلي بقى رزاله وقله ادب. طب هو هيستحمل غزالتك ليه؟ احنا استحملناكي عشان بنتنا واتدبسنا فيكي وخلاص. هو هيستحملك ليه؟ مش كده يا شاهين؟ انت اديت البت جامد قوي. علشان تفوق لروحها. الواد كويس ولقطه وهتطيره من ايديها بغباوتها. الو. ما تزعلش مني، انا اسفه. انت ايه اللي عقلك كده؟ ما انت كنت مجنونه النهارده الصبح. ساعة شيطان وراحت لحالها. ولا انت يعني عايزنا نفضل طول العمر متخانقين؟ ابدا والله. ده ربنا يعلم انا اكتر واحد في الدنيا دي ما بيحبش الخناق. على فكرة انا هسمع كلامك ومش هطلع الرحلة زي ما طلبت مني. هي ايه رأيك بقى؟ رشا انت فيكي حاجه؟ في قلبي حب كبير ليك قوي، عمال يكبر مع الايام. ايه الكلام الجامد بتاع الافلام ده؟ بس عارفه والله انا فرحان فرحه ما فرحتهاش يوم ما خدت الثانويه العامه.